هيئه الشراء الموحد والتكنولوجيا الطبيه. يعني ايه تكنولوجيا طبيه يا دكتور، وانتوا تطمحوا لايه؟ يعني المسمى ده جديد علينا. مهم جدا، انا نفسي اشرحه للناس. التكنولوجيا الطبيه مش هي ان انا ادور معده ببصمه اليد. التكنولوجيا الطبيه اللي هي الهيلث ايكونومكس، اللي هي اقتصاديات الصحه. هدي اكزامبل بسيط معلش. اتفضل. لو عندنا مضاد حيوي ذو كفاءه عاليه جدا وسعره طبعا غالي شويه، وعندنا مضاد حيوي ارخص شويه وكفاءته اقل، الدكتور يقول لك انا عايز اوفر، هات المضاد الحيوي الارخص. يبقى احنا كده فضلنا السعر. التكنولوجيا بتقول لك بفضل الفاليو، القيمه. ايه هي القيمه بقى؟ ان المريض اللي هياخد بقى خارج من اوضه العمليات وخد الاقل كفاءه، بدل ما يخرج بعد 3 ايام هيخرج بعد 10 ايام. هيسالك 10 حقن بدل 3، ما بيروحش الشغل لمده 10 ايام، حاجز سرير 10 ايام، تمريض واطباء بيتابعوه لمده 10 ايام، مستهلكات ما بين محاليل وما بين. ست واخد بالك من الفكره؟ طبعا. فهنا الفاليو اللي انا كسبتها اقل بكتير جدا من ان انا اجيب الرخيص 100%. فهي دي قصه التكنولوجيا الطبيه، وليها اسس وقواعد وقوانين ومعادلات علم كبير جدا لحد الدكتوراهات فيه. صحيح، زي هيلث ايكونومي او اقتصاديات الدواء. هي اقتصاد الدواء. طيب حضرتك في معرض الكلام قلت لنا على الاجهزه الطبيه، وان ازاي انتوا كمان خدتوا عقود صيانه ابعد. يعني انتوا كمان مش بتسيبوا الاجهزه كده وخلاص، ده انتوا بتتابعوها بقى نسميها كواليتي اشورنس او جوده. ايوه. احنا عملنا الصيانه على ثلاث محاور. المحور الاساسي الاجهزه الاستراتيجيه. الاجهزه الاستراتيجيه في المستشفى هي الاجهزه اللي لا يمكن المستشفى تعمل بدونها. يعني اجهزه الاشعه ده جهاز استراتيجي 100%. لو مش شغال ده يعني ان الدكتور المستشفى ما اشتغلش. التعقيم، لو التعقيم وقف خلاص ما بقاش فيه مستشفى. فدي خدت